كده بسجل اكشن الاول. اول حاجه هنفتح بابنا من هنا كده. اهم حاجه عندنا ان احنا نحط الغسيل بتاعنا مفروض، يعني نفرد الغسيل كده. لازم الغسيل يبقى مفروض بدرجات، يتفرد مترتب كده على فوق بعضه فوق. على اساس ان هو اتزان الحل عندي يبقى مظبوط. تمام. مرميش الغسيل كده. طيب اخري فين في الغسيل؟ اخري الكاوتشه دي من تحت هنا، او يا اما بسيب 4 صوابع كده وقبض ايد بين الغسيل وسقف الحل. تمام. غسيلنا يطلع قطعه قطعه ما يتشدش عشان نحافظ على الجوان ده ما يقطعش من اي زرار معدن او سوسته معدن. وبعد ما نخلص ممكن ننشف الميه اللي هنا القماشه، او نسيب الباب مفتوح يهوي شويه عشان ما يعملش معانا ريحه. تمام. نقفل بابنا كده، اسمع التكه دي وانا كده قفلت الباب مظبوط. ده دول المسحوق. عندي هنا المسحوق الاساسي بودر او جل، وعندي هنا المسحوق الاضافي. بستخدم الاضافي امتى؟ لما يكون عندي انتساخ عالي او انا حابب ان انا اعمل زي غسيل الكلور او حاجه اسمها بروش او شطفه مبدئيه. عندي هنا منعمات دوني زهره مع تراب. يفضل انها تتدوب في كوبايه خارجيه وتحط هنا، ما تعلاش عن كلمه ميكس دي عشان ما يسيبش معايا عندي هنا بواقي. حبينا نطلع الدرج ده ننضفه ونغسله وندهن على البصمه دي كده لتحت. الدرج معانا يتشد يتنضف ويتغسل وننضف هنا باي فرش ويتحط تاني في المجرى بتاعته ضغطه بسيطه كده ويخش معانا. لو احنا هنستخدم بودر يفضل ان احنا ما نخليش المسحوق زي الهرم، لازم نفرده. تمام. ومعيارنا طبعا الكوبايه اللي بتيجي مع المسحوق، او هنقفل كده ونبدا خبطتين كده يبدا البودر عندي يتفرد. هنشغل باور كده. عندي البكره نورت دي تلف معايا شمال ويمين زي ما انا عايز. ممكن اختار من هنا او من هنا البرنامج اللي يناسب معايا الغسيل. اول حاجه عندي برنامج القطن. القطن ده الحاجات الداخليه، الفوط الملايات كلها قطنيه. عندي القطن بلس زائد ده القطن الملون الملايات والكبرتات. عندي بعد كده تالت واحد الميكس اقمشه مختلفه، يعني خليط من القماش. انت قصدك ان القايمه اللي موجوده على البقره دي انت اللي بتشتغل من عليها الاوبشن بتاعت الغساله؟ بختار منها البرامج. تمام. كل برنامج عندي ليه حاجه معينه. يبقى لنا تالت حاجه اللي هو الميكس الخليط، ده حاجات البيت يعني القطن بقى بليستر قطيفه كله على بعض. بعد كده عندي العنايه السهله، ده ممكن نستخدمه للحرير والشوكولات الحاجات الخفيفه. عندي بعد كده غسيل هادي اللي هو سايلنت ووش، لو انا حابب اشغلها بالليل ومش عايز تعمل ازعاج ممكن استخدم البرنامج ده وبحط فيه اي قماش، تبقى الغساله عندي تشتغل بهدوء وما تعملش ازعاج لاي حد. عندي بعد كده عناية ضد الحساسية، ده تعقيم ضد العدوى، قدر لو حد عنده عدوى ولا حاجة ممكن استخدم هدومه على البرنامج ده لوحده. واخر حاجة عندي اللي هو البيبي ملابس الأطفال. عندي بعد كده حاجة اسمها دورة تحميل مدتها 20 دقيقة، دي دورة شطف وعصر، يعني غسيل بنغسله بره الغسالة وعايز احطه جوه الغسالة يتشطف ويتعصر. عندي بعد كده حاجة اسمها تنظيف الحوض دورة الخل، يعني كلمة حاجة اسمها TCL على الشاشة هنا. كل شهر زيت خل كاملة أو نص زيت خل نبدأ إن احنا نكبها نوزعها بجميع الأدراج، ولو في معلقة ملح ليمون ممكن نحطها كمان مش أي مشكلة، ونقول له ستارت من هنا تشغيل يبدأ ينظف الغسالة من أي رواسب. عندي بعد كده ديوبة الكوبرتيات والدفايات. بعد كده عندي كويك 30 غسيل سريع، حاجات بقى الخروج التيشيرتات نص ساعة تغيير تيشيرت من العرق. عندي بعد كده السبورت وير ملابس الرياضة وترنجات الرياضة، أي حاجة خاصة بقماش الرياضة. عندي بعد كده الوول اللي هو حاجات الصوف. وبعد كده الديليكيت ملابس الحساسه زي الستاير بقى عبايات حاجات بطريز اي حاجه انا خايف عليها. عندي حاجتين، انا ممكن اختار اي برنامج من هنا او من هنا واقول له ستارت على طول هو بيظبط كل حاجه. ده اسهل طريقه ممكن اشتغل عليها في الغساله. الحاجه الثانيه لو انا حابب اعدل، يعني اعدل عايز ازود سرعه عصر او درجه حراره بلجا للشاشه دي. عندي هنا السبين، كل ضغط عندي بيديني درجه معينه من العصر. عندي هنا نسبين يعني هلغي العصر، ضغطه كمان 400 800 1000 1200 لحد عند 1400. عندي التمبريتشر درجه حراره ممكن ان انا ازودها 60 او 95 او كل ميه برد حسب ما انا عايز، بظبط درجات الحراره وابدا ان انا اشتغل. وعندي طبعا ال 95 دي ما بتشتغلش معايا مع اي برنامج، بتشتغل بس معايا مع برامج معينه زي برامج القطنيات والحاجات اللي هي بتحتاج ان هي درجه حراره عاليه. عندي الايقونات دي مراحل الغساله، هنا بتغسل تشطف وبتعصر، كل ايقونه دي بتنور وتطفي معايا يبقى هي على المرحله ديت. الحاجات اللي تحت دي اضافات ممكن برضو اضيفها. عندي هنا الانتنسيف انتساخ بقع. عندي الناس ده يديني شطفه زياده ولا حاجه، لو عايز اغسل شطف اكتر من مره. الروش يديني غسله اضافيه اللي احنا اتكلمنا عليها، لو حطينا مسحوق اضافي لازم ندي اوردر هنا عشان ياخد المسحوق ده يبدا يشطف بيه في البدايه ويطرد بعد كده ياخد المسحوق الاساسي. عندي التايم ديليت تاجيل وقت الغسله، لو الغساله مثلا عايزه تغسل بعد 3 ساعات او 4 او 5 او 6 ابدا اظبط الوقت واقول له ستارت، تبدا تلف معايا وتوزن تقف تشتغل معايا بعد على الوقت ده وهي لسه مخلصه غسيل. طيب عندي الات ايتم ده بحتاجه لو عايز اضيف اي قطعه،
انا مثلا شغلت كده الغساله وفي قطعه نسيتها، خلاص بضغط عليه كده بيعمل ده ستوب، يبدا اللوك اللي بيفتح، حط حاجه ناقصه واقفل واقول له ستارت. تمام. ده لو اتطفى معايا مش هقدر اضيف خلاص اي قطعه. اوكي. والغساله طبعا بعد ما تخلص معايا دوره الغسيل بتسمعني تطفى خالص، وتسمعني كلمه ان، تسمعني صوت الموسيقى دي. بعد الصوت طبعا اللوك اللي عندي بيفتح وابدا ان انا اطلع الغسيل. عندي اخر حاجه تحت الفلتر ده بشيك عليه كل فتره، اي دبوس اي زرار اي عمله بلاقيها تحتنا، بس طبعا ما نفتحوش والغساله شغاله. طبعا الغساله مطفيه خالص مفيهاش اي غسيل. بنبدا نجيب اي طبق صغير الاول نحطه، نفضي بس شويه الميه اللي ايه اللي باقيين في الاول في الطبق، ونقفل دي من الموضوع ده عشان ما افتحش الفلتر هنا الاقي الميه كلها نزلت على الارض غرقت لي الدنيا. افضي شويه الميه الاول واقفل الكليبس البلاستيك ده واحطه في مكانه كده، وابدا ان انا افتح ايه الفلتر بتاعي كده. اي دبوس اي زرار اي عمله بلاقي تحتنا، يعني كل فتره ممكن نشيك برضو عليها ونقفله كويس جدا ونتاكد ان هو مقفول كويس عشان ما يسربش معانا ميه. تمام. خلاص شرحنا كده شرح الغسالة. شكرا.